سمعتوا عن البراند اللي صدم العالم انه ما يبي اي شخص متين انه يلبس من ملابسه؟ شهد صناعة الازياء واحدة من اكثر اللحظات المثيرة في الجدل. وفي عام 2006 مايك جيفرز المدير التنفيذي علامة أبراكومبي أند فيتش يتحدث بصراحة صادمة، قال: احنا نستهدف فقط الشباب لأجسامهم الحلوة، ما نبي اي شخص متين يلبس من ملابسنا ويكون حجمه كبير ويخرب على البراند مالنا. والتصريح هذا هز العالم الموضة وأثار موجة غضب، وكانت هذه العلامة التجارية معروفة بإعلانات أنها تظهر فقط ملابسها للأشخاص الأضعاف. لكن بعد هذا التصريح تمت مقاطعة البراند لأن في عنصرية بحملاتها التسويقية، وبعد ذلك تغيرت استراتيجية الشركة، واليوم تقدم مقاسات متنوعة وحملات إعلانية أكثر شمولية. احترس من أي كلمة تقولها حق عميلك أو أن حق أي شخصية عامة، لأن الغرور في التسويق ممكن في أي لحظة يدمر كل شيء.